مو واجب عليه الحج يا حبيبي، والدتك مو واجب عليه الحج أصلا. تقول لا إحنا نريد إن نعطيها بذل، نبذل لها ونوجب عليها الحج إحنا، شكو لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. انطوها خلت تروح الحج وتدعي لكم هناك، الله يعطيكم العافية على بركم لوالدتكم. زهراء تقول أنا أداوم الكلية ذهابا يوميا من على حال من الكوت إلى بغداد أو من الصويرة إلى بغداد، ما أدري. تقول هذه على حال يومين رايحة وجاية. بابا أنت كثيرة سفر بنتي، أنت الآن كثيرة سفر، لأنه على حال يومية جاء تروحين تجين وفترة أكثر من 6 أشهر، أكثر من 6 أشهر، يعني تصومين وتصلين روحة وجاية وأي مكان، حتى لو تجين من النجف تصلين وتصومين تمام، لأنك كثيرة سفر. صار واضح بابا؟ جيد. عصام يقول أنا مريض سكر وأشتغل وأرجع الظهر ودوامي، أرجع من الدوام أهلي بتقول لي ساعدك الله، بتقول لي ساعدك الله، ولا تطبخ طعام ولا تهتم بي أصلا. يا إخوان يا أصدقائي، هذا الكلام، هذا المسألة يحتاج إلى كلام كثير. المرأة الصالحة لو تدري أنه كأس ماء تنطي إلى زوجها، كأس ماء، هذا عن رسول الله، وأنا صايم جاي أتكلم عن رسول الله، كأس ماء تعطي زوجها العطشان، زين، تستغفر لها ملائكة السماوات والأرض وإلى آخره من الثواب. والمرأة هذه للأسف تبخل على نفسها أن تحصل على ثواب وعلى أجر في خدمتها لزوجها. أنا ما أقول واجب تعالي أنت اشتغلي من البيت، بس إكراما لزوجك اللي الآن ينطيك أكثر من اللازم، مهيئ لك وضع في البيت أكثر من الواجب عليه، فأنت إكراما لما يقدم